انه يبقى راجل، خلوه يشيل شويه من مسؤوليات البيت من صغره وبشكل تدريجي، علموه التفاصيل الصغيره زي انه ما ينفعش ان اخته تنزل تشتري حاجه للبيت من تحت وهو قاعد مأنتخ، انه ما ينفعش انه يكون ماشي مع عمه في الشارع وهي اللي تشيل الشنط وهو مطنش، علموه يخدم نفسه ويروق سريره وازاي يعرف يكنس ويمسح وينزل الستاير ويرص الاكل على السفره ويشيله علشان يعرف يساعد في شغل البيت لما يتجوز، علموه انه يبقى حنين وان الضرب والاهانه مش رجوله، وانه من اهم ادواره انه يحمي الست مش انه يتعدى عليها، علموه تفاصيل الحياه والادب، علموه غض البصر وان في حدود في الاختلاط بينه وبين البنات، وان الشتيمه وبذاءة اللسان حاجه حرام ومش روشنه، وان التريقه والسف على الناس اللي اتأدب، وانه يحترم اللي اكبر منه ويرحم الناس الضعيفه، علموه ان الدين منهج حياه ومرجعيه حقيقيه لتصرفاتنا مش مجرد لايف ستايل او فولكلور شعبي، علموهم علشان ما يطلعوش زي النماذج اللي بنشتكي منها طول الوقت. ربنا يحفظ ولادنا وبناتنا ونشوفهم نشأة صالحة.